لازم تعرف إن في لحظات في حياتنا ما ينفعش ناخد فيها خطوات زي كل الناس، لأن اللحظات دي بيكون فيها خصوصية. يعني مثلا ممكن تقرر حاجة ما تقولهاش لحد، حتى لو ما كانوش فاهمين ليه، حتى كمان لو ما كنتش لاقي حد يدعمك. وعلى فكرة لازم تعرف إن الخصوصية مش معناها إنك مخبي حاجة، لكن معناها إنك عارف إن ده وقتك، ووقتك إنك تمشي في طريقك الخاص. لعلمك أنت مش ملزم إنك تشرح أنت ليه اخترت الحاجة دي وإنك تتكلم عنها دلوقتي، لأن الفرق يا حبيب قلبي بين الخصوصية والخباثة، الخصوصية إنك تكون بتداري حياتك الشخصية، ودي المفروض محدش يعرف حاجة عنها غيرك انت. اما الخباثة انك بتداري حاجة ممكن تفيد الشخص اللي قدام منك. يعني على سبيل المثال انا عارف ان الحاجة دي هتنفع سين، فانا اخبيها عن سين عشان ما ينجحش في حياته، فدي نقدر نسميها خباثة. اما الخصوصية هي الحاجة اللي تخصني انا، الحاجة بتاعتي انا دي مش لازم اشاركها مع الناس علشان خاطر الناس تعرفها، لا، حاجتك انت اولى بيها، حاجتك هي خصوصيتك. اما الحاجه اللي تفيد الغير والمجتمع دي لازم تشاركها مع الكل، لان انت لو دارسها هتكون تحت مسمى الخباثه. وطبعا ما ينفعش تكون خبيث، لازم يكون عندك خصوصيه وتعرف ايه هو الفرق بين الخصوصيه والخباثه.